السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رامي اسماعيل من أحد العيادات الخارجية. النهارده هنقول معلومة مفيدة جدا، ومعانا النهارده الحاج عبد الحكيم. ازيك يا عم عبد الحكيم؟ عم عبد الحكيم من البحيرة. منين في البحيرة؟ حشيس. ناس طيبين دول صح؟ اخويا الحاج محمود اللي كان تمام. ازيك يا عم عبد الحكيم؟ عامل ايه؟ عنده 56 سنة، بيدخن تقريبا بقاله 35 سنة، والتدخين ده ادى لحدوث جلطة في القلب. عايزينك بس توصف لنا يا عم عبد الحكيم لما جالك انت الجلطة حسيت بايه في صدرك؟ اوصف للناس كده عشان تستفيد. حسيت بولع في صدري. وحسيت عرق صرف ميه. وخبط من ورا. خد ورجعت بعدها ورحت الصيدليه. أيوة. بعتني على المستشفى. أيوة. يا دوب اعطوني الاربع برشامات اسبرين تحت أيوة. دماغي وواحده تحت لساني. تمام. ودخلت خدت 4 حقن في العناية تحت الجلد. تمام. ما في ساعه كده رجعت بعدها. ما عملتش قسطره في يوميها؟ حاجه. طب ممتاز. المعلومه اللي انا عايز اقولها ان عبد الحكيم اتاخر شويه في عمل القسطره. كان المفروض يتعمل قسطره في ساعتها، لان في اول ساعه او ساعه ونص 90 دقيقه بيسموها الساعه الذهبيه يكون لسه الشريان مقفول، ولو لحقت تفتحه يبقى وصلت دم للقلب. لكن لو اتاخرت والعين جاله نار وقعد يعرق وبقى ميه صب ويرجع وعرفنا ان دي جلطه ودخل العنايه وخد اسبرين بس ما عملناش القسطره في الوقت الذهبي، تموت حته من القلب. وده اللي حصل. عضله القلب ضعفت من 60% او 65 بقت 30 35، وجزء من القلب مات. ودلوقتي هو بيشتكي من شكوى نتيجه ضعف عضله القلب، الا وهي انت بتشتكي من ايه بقى دلوقتي يا عبد الحكيم؟ ايه اللي بيتعبك؟ النار دي بتيجي تاني بالمناسبه ولا خلاص؟ لا خفيف، عشان في جزء مات من القلب. مفيش نار. امال ايه اللي بيتعبك؟ بننهج بس. يعني لو مشيت شويه تنهج؟ ننهج. وانت ما كنتش كده قبل الجلطه؟ ما كنتش كده خالص. كنت تمشي عادي؟ اول مره تجيلي النظام ده. يعني لو مشيت شويه دلوقتي تنهج؟ لا، ومشيت خطوتين ننجح. ايوه. تنهج. ولو نمت بالليل تتخنق؟ ولو نمت بالليل بنتخنق. ممكن تصحى على كرشه نفس؟ وده نتيجه ان عضله القلب ضعيفه فمش قادره تضخ، فبتعبي ميه في الرئه. الهدف من الفيديو اللي مدته دقيقتين بالظبط ده ان لو واحد جاله الم في الصدر، وبالذات لو كان بيدخن او عنده سكر او ضغط زي النار كده اللي جات لعم عبد الحكيم، وعرق او رجع وسنه معدي ال50 وعنده تدخين او سكر او ضغط، يفكر ضروري في الجلطه ويروح للمستشفى ويخليهم يعملوا رسم قلب وتحليل اسمه انزيمات قلب، ولو اتاكد انها جلطه يستفيد جدا لو عمل دعامه في اول ساعه او ساعتين، لان بعد كده هتبقى جلطه قديمه ومش هيستفيد والعضله تضعف. بالمناسبه ما تقلقش، بناخد ادويه نقوي عضله القلب وتمنع التدخين طبعا، وناخد ادويه تنزل الميه، ومش هتستفيد لو عملت دعامه زي ما الدكتور في المستشفى قال لك، لان خلاص بقى في جزء ميت. الموضوع بسيط. اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومه دي المره دي. ونعملش دعامه لو اتاخرنا، نعملها في الاول بس، في اول ساعتين او 3 او 4 او اب تو 6 ساعات من الجلطه طول ما الوجع موجود. يا رب تكونوا استفدتوا. تحياتي ليكم، اشوفكم في حلقه جديده. دكتور رامي اسماعيل. سلم عليهم بقى يا عبد الحكيم. عايز ايه يا عمر؟ السلام. السلام. في امان.